ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا ان احنا ناخذ حقنا او نطالب بتخريب او بتكسير. ان كنا مهضومين او ان كنا مظلومين صابرين على الظلم وصابرين على هضم حقوقنا في سبيل ان احنا مصريتنا ووطنيتنا بالاكيد يا سياده المحافظ ما يشككش فيها حد. حصل اللي حصل امبارح لما رحنا كناس عواقل ووقفنا لقينا السيل جارف بعيد عنا، لقينا التفكير ليس تفكير ابناء مطروح. امن الدوله في مدينه نصر، صحافه، جزيره، الحره، العربيه، قناه النيل، جميع القنوات تصور داخل مبنى امن الدوله. هل الصحافه اللي تصور النهارده اصبحت الوثائق كوثائق ويكليكس، كل واحد نشر له على موقع فيسبوك وكل واحد نشر له على حاجز فلان عمل وفلان عمل. احنا ما نتكلموش على ما قبل 25 يناير، نتكلموا على حاجات مطالب لنا للشعب وممكن نقدر ونمتص بها في هذه القاعه مطالب اخواننا اللي هم ابناء هذه المحافظه. احنا فندم مصر شعب طيب، شعب ممكن كلمه تمشيه وكلمه تجيبه، شعب عايز مطالب بسيطه. احنا فندم لما تكلمنا مع العواقل وكل الاخوه يعرفوا، احنا قلنا مش عايزين نقولوا احنا عايزين ايه من مصر، احنا عايزين نقولوا عايزين نديك ايه مصر، احنا كمطروح دلوقتي مش عايزين نطلب من مصر حاجه، لكن احنا جايين نحط مطالبنا قدام قائد هذا الاقليم واللي احنا متمسكين به لابعد الحدود في الحقيقه. وسنوصل هذا الامر للمجلس العسكري ان سياده اللواء المحافظ هو الراجل اللي احنا يقعد معنا في الجامع، يقعد معنا في البيوت، ينزل لنا في النواجع، يا راجل يقضي مطالبنا، ما يحط لا يضيق صدرك سياده المحافظ بما يقوله ابنائك في حقك، لا يضيق صدرك، انت علم شامخ لا تهتز، انت بتخدم في هذه المحافظه. سمعنا ارائك وسمعنا مقترحاتك وغيرتك على محافظه مطروح، نتمنى في المستقبل القريب ان تتم هذا وانت من بيننا. الحمد لله احنا اليوم الحكم للشعب والاراده للشعب. سياده المشير ابننا، سياده المشير اكثر واحد يعرف مطالبنا، سياده المشير عايش بيننا، سياده المشير ساكن معانا وقاعد معانا وعارف اكثر واحد عارف مطالب مطروح وعارف ابناء مطروح قبيله قبيله وعارف ابناء مطروح فرد فرد. احنا يا سياده المحافظ مطالبنا الحمد لله مطالب بسيطه، ولكن لما يكون عندي انا من ضمن قلت مثلا في المجلس المحلي يوم كنا قاعدين في الاجتماع، قلت لهم انا لما اكون رب اسره ابنائي 5 كل واحد عايز حاجه وانا ما عنديش حاجه ماليش دخل، حنديكها منين؟ يا اخواننا دلوقتي مصر لا قدر الله لو قعد مصر كلنا حنقعوا. احنا لابد ان نهضب مصر ونرفع ايدين مصر ونصب مع مصر ونقف مع مصر، وبعد ما مصر تقف على رجليها وتجيب لنا بس من فرد من اللي سرقوا مصر من المليارات اللي خذوها، والله العظيم حتخلي مصر اغنى دوله في العالم. احنا عندنا مليارات منهوبه ان شاء الله حترد لنا، بعد ما ترد حنمشوا لسياده المشير ونمشوا لرئيس الجمهوريه القادم وحيبقوا عندنا اعضاء في البرلمان، حنطالبوا بحقوقنا، حنطالبوا بحقوقنا. سياده المحافظ احنا بالنسبه لطلباتنا اللي احنا بنطالب بيهم اعتقد في عجاله ولا يضيق صدرك وانت ستحقق. معلش يا سياده انت اولا يا سياده اللواء احنا في مطلب في عده مطالب. اولا طبعا الشرايح اللي تكلم عليها ان سياده اللواء طبعا كبيرنا وتكلم عليها. مثال يا سياده المحافظ الشرايح دي ليست كتاب منزل علشان تقول لك 200 300 500 1000. في الوقت اللي انا فيه كمواطن عندي بيت ساكن فيه من سنه 70 من 85 من 90 وبنيت البيت لي. انا دائما يا سياده المحافظ لما نقعد معاك ونتناقش معاك نقول لك على الطلب ونقول لك على المقترح، وانت بنفسك يمكن فاهم قابلتك في الجيل يمكن اخر مره قابلتك فيها وقلت لك انا لما يكون عندي طلب نقول لك على اقتراح. نحن دلوقتي عندنا شرايح، الشرايح ديت بيت مبني ليش نخليه 200 و300؟ والله العظيم انا غير قادر على اني ندفع الشريحه ومجبر عليها، بيت سكنت فيه قعدت فيه. الحاجه الثانيه يا سياده المحافظ وكل الكلام اللي نقول فيه هذا انت اللي ممكن قادر انك انت تلبيه لنا، فتح باب طلبات الشراء. يعني سمعها منك سياده المشير حتاخذ موافقه على طلبات الشراء، شراء مين؟ شراء المنزل، شراء بيت، شراء حته ارض انا حنبنيها. الحاجه الثانيه يا سياده المحافظ عايزين اعاده النظر في اسعار العدادات والميه. اسكندريه جنبينا بسعر واحنا بسعر، احنا في بيوت لغايه الان يا سياده المحافظ ما دخلتش الميه خالص نهائي،
وياخذوا بالعربيه الميه ب 50 و100 جنيه. ده مطلب. احنا معلش سامحني، انا ابنك وانت الوالد الكبير، واحنا بنفضفض ونطلب منك مطالب. احنا بره بندافع وقاعدين في الشارع، شارع اسكندريه كل اللي انت شايفهم وقاعدين بيتين فيه وقاعدين فيه علشان خاطر ان احنا ما نوصلش، ولا زلنا نستنكر ضد اي عمل ونقف كلنا. وصلنا مع اي احد يقوم بالتخريب، احنا مع قياده المنطقه. اي حد سرقه، احنا فندم الامن غايب، وسياده اللواء اثلج صدورنا كلمه قالها: لا تتهاون في السارق، لا تتهاون في المعتدي، لا تتهاون في من يرهبنا. انا بننام في بيتي والله العظيم انا خايف ان اي حد يجيني. لكن احنا انتم حماة الوطن، وبعد ما كنتم حماة الوطن بالاضافه لذلك اصبحتم حماة لنا كمواطنين. هذا دور ملقى على عاتقكم وانتم اقدر ليه. وتحيه للقوات المسلحه منا الخمس. سياده المحافظ، معلش في طلبات موجوده في مجلس المدينه، وانت تعلم انا مش هتكلم مع اي حد ثاني ولا هتكلم مع حد الا مع سياده المحافظ. الطلبات الموجوده في مجلس المدينه يقول لي انا كمواطن بنيت بيت، قال لي هات لي قبل 2006 هات لي عداد. طيب انا ما بنيتش يا فندم، انا لسه ما بنيتش، بني لسه سنه 2007 2008 بيت مقام. لما جبتش كده اطلع البلدوزر وهو مش مطمئن على بيته. ازاي نجيب لك يا فندم من الضرائب العقاريه؟ ازاي شهاده يا فندم؟ ازاي نجيب لك عداد وانا لسه باني بيتي من 4 سنين؟ حق قوي فيه اولادي. الحاجه الثانيه يا فندم، انا دلوقتي كمواطن بدل ما نروح للاسكان ونقول له اديني شقه لابني واديني شقه لابني الثاني، انا نبني، اديني فرصه نبني لاولادي. انا شخصيا عندي 5 اولاد، 5 اولاد عايز نبني لهم. انا ما خدت، انا قدمت لهم في الشقق، ولما لقيت يعني العدد كبير سحبت. ما عادش يمكن اسيب الفرصه لغيري، وقادر على اني بنيت لهم. وبعد ما بنيت في ارضي مش عايز نتكلم في موضوع شخصي، تعرفت لمشكله ان انا بنيت بدون، يعني بديت غلط او بنيت لا انا بنبني لولادي، ما بنبنيش للبيع. احنا عايزين نتوسع يا فندم رأسي، مش عايزين نتوسع افقي. معلش مش هنطول عليك، ودي فرصه كبيره ان نتكلم معاك يا فندم. اعاده النظر في اولادنا اللي بيروحوا الكليات الحربيه. احنا بعد اللواء ابراهيم وعبد الحليم علوش وعد 5 او يتعدوا على الاصابع ممنوعين ان ندخل الكليات الحربيه او ندخل الكليات العسكريه. والكلام ده سياده اللواء قائد المنطقه الغربيه وصلوا بها الخبر، وقال والله انا ما نعلم بذلك، وان شاء الله حيكون اولادنا يعني زيهم اسوه بالقبائل الثانيه بالمحافظات الثانيه. احنا ابننا لما يروح يتجيش في الجيش يقول لا ما تمسكش سلاح. يا فندم احنا وطنيين، ايه اللي عندنا غير وطنيين؟ احنا هنعمل ايه عشان نثبت وطنيتنا؟ اكثر من ذلك ديت حاجات ايه؟ الحاجه الثانيه يا فندم اللي هي الارتفاعات الرأسية. اسكندرية فيها 25 دور و30 دور، والقاهرة فيها 100 دور، وناطحات سحاب و احنا هنا يا فندم بصنا ايدين، ايد ظهر وباطن وظهر، علشان خاطر ان احنا حصلنا على ارتفاعات 20 متر او 21 متر. طيب يا فندم ليه ما نتوسعوش احنا زي المحافظات الثانية؟ يعني هل وواحد عامل 4 ادوار وواحد عامل 15 دور، هل ديت علشان تعدي منها الهليكوبتر ودي تعدي منها الطيارة الحربية؟ يعني جنب بعض وما فيش عدالة. المطلب يا فندم الاساسي اللي انا هنقوله لك، وربما يكون يعني يمكن قاسي شوية، سيادة اللواء محرم. سيادة اللواء محرم قعدت في مطروح كتير. سيادة اللواء محرم كفاية عليك كده. سيادة اللواء محرم خذ الاراضي باعها ب 30 جنيه واداها للمستثمر، واحنا بيعاملنا ب 50 و100 و200 جنيه و300 جنيه. مش عايزين نتكلم في الموضوع ده اكثر من كده. نرجو بسيادة اللواء محرم، قعدت معنا كتير وعينا على عيننا وعلى راسنا، ونعملوا لك حفل ونعملوا لك احتفال، ولا بد انك ترحل محافظة مطروح. السلام عليكم.